لا 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 أبدا أبدا، ثقي ثقة تامة أن الأمر راح يتم. الهيئات بفضل الله عز وجل في بلادنا مؤسسة أمنية لها دور كبير في علاج مثل هذه القضايا بالذات، فهم يستقبلون الحالات ويستقبلون بكل صدر رحب، بل ويفرحون بأصحابهم يعلمون أنهم عونا لهم على القضاء على مثل هذا الشر المستطير في المجتمع. الأمر الثاني، هم يعالجون هذه الحالات مع الاستقبال، يعالجون وهم أصحاب خبرة وأصحاب تجربة في هذا المجال، ووقفوا باليوم من الواحد على عشرات مثل هذه القضايا في كل مكان، ولذلك هم يعالجون ولديهم الخبرة الطويلة في معالجة مثل هذه القضايا. الأمر الثالث والمهم والذي وقفت أنا بنفسي عليه، أنهم يسترون على الكثير من الحالات، بل عموم ما أظن والله جاءهم يوم من الأيام مبتز إلا وكانوا عونا له في الوقوف في مثل هذه الحالة. أنا قاعد بالسيارة انتظر أهلي، ابن الحلال ايش فيك؟ يقول ما سويت شيء، ما أعرف لا بنت ولا شيء، أنا ما دخلت السوق، من شايفني داخل السوق. ابن الحلال قلت لك ما أنت شايفني مع أحد ولا لا؟ الابتزاز له طرق ووسائل وأساليب تختلف من شخص لآخر، بل من مكان لآخر ومن جنس لآخر، ومنها أحيانا أن الشاب يقع ضحية للابتزاز. يتصور كثير من الناس أن الابتزاز فقط للفتاة، بينما أحيانا الفتاة قد تبتز هذا الشاب. قالت لي يا ترسل لي بعض المال ولا أرسل يعني أفضح صورك في الانترنت، يعني أفضح هذا المقطع في الانترنت، يعني بدأت بمجال التهديد الآن. فأنا يعني نفذت مطلبة، قلت يعني قارنت يعني المال ولا الستر. أنا في هذه اللحظة على طول يعني جيت طلبت منه، يعني قلت ما يخالف أنا أرسل المال. أعطتني العنوان ورقم الحساب واسم البنك اللي أرسله على هذا المبلغ. فأنا ذهبت للبنك كي يحول هذا المبلغ، فمن نعمة الله علي وستره علي أن المبلغ ما تم تحويله. في هذه اللحظة تذكرت أني أعرف واحد من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلمت عليه علمته السالفة من الألف إلى الياء. فالله يجزاه خير، أرشد وحلنا المشكلة.